اكيد غنشوفوا كيفاش غادي يبداو المقابله سي سعيد. انا اول حاجه نقول الرجاء غيدخلوا يلعبوا باش يربحوا المباراه. تيبقى خصنا نعرف الجيش الملكي اش باغي يدخلوا، هادشي اللي بقول لك اش باغي يديروا، واش بالنسبه لهم خارج الميدان ام انه تيقول لا انا الا ربحت في هذه المباراه هذه، حيت المباراه الثانيه اللي غتكون في المغرب ايضا ما عارفاش واش نقدر نربحها. اذا هذه مباراه، الى هاد الجوج الفرق الا ما داروش مباراه مزيانه اللي كانت مفتوحه وفيها الفرص ديال التسجيل وفيها غير سمحوا لي باش يعطيو اشاره للفرق الاخرى ديال عصبه الابطال انهم فريقين قويين. صحيح، الاشاره للفرق الاخرى واشاره حتى للجمهور ديالهم، لانه حنا باغيين نلعبوا الكره. اما الا الجيش دابا انا تنقول لك حيت الرجاء معروف بانه غيدخلوا يربحوا، حيت انا غنمشي بهذا المنطق ديال انه انا استضيف المقابله. انا هو المستقبل. الجيش الملكي يلعبوا بانه على انهم خارج، غادي يكونوا غلط كبير. غلط كبير، حيت خارج ما عندها حتى معنى. غتلعب معاهم في مكناس ولا في جده بحال لعب في ما كاين حتى شي فرق. اذا الى هذه المقابله ما عطاتش فرصه، عطاتنا فرجه وما عطاتش التنافس وما عطاتش اهداف، يسمحوا لي فرقي بجوج. وانا ما يمكن نحكم على الجيش الملكي والرجاء حتى يقصيو سان داونز الا ما قصاوها شيء. يسمحوا لنا بقى يقول لك حنا عندنا اللاعبين وعندنا النجوم والسميه ديال النجوم ويغيب النجم. شنو هاد النجوم الا وحيد سان داونز باش حيت سان داونز هنا اللي خصك تبين، لانه الا ربحتي المقابله ديال اليوم اللي ربح المباراه ديال اليوم نقدر نقول لك بان المباراه ديال الاياب ماشي تكون عنده سهله. فيها واحد الجانب يعني عندي واحد 3 نقاط بعد ما ضمنتهم. اليوم الا تعادلتي خرجتي من نقطه مشيتي نقطه حتى في الاياب. اليوم اللي غيخسر 3 نقاط لا يعني بانه خسر، حيت باقي عندك فرصه فين ترجع 3 نقاط. الا مشيتي اليوم وتعادلتي بمعنى انه يعني اللي غيربح غيكون استفد، ولكن الا تعادلتوا بجوج غتولي بجوج خاسرين. نعم. وهنا سي سعيد ربما غادي يشوف كل مدرب غيدير الحسابات ديالو. دابا بحال دابا الرجاء والمدرب ديالو كنعتقد حتى التعادل ما غاديش يرضيهم، لانه 6 الماتشات ما ربحوش، غيزيدوا المباراه السابعه. هنا شوفوا واش المدرب فيلود غادي يبغي يلعب على داك الحماس ديال الرجاء الزائد، وربما المغامره ديالو في بعض اطوار المقابله من اجل مباغته الفريق من خلال الحملات المضاده، ام ان الجيش ما غاديش يعطي الاعتبار لهاد كيقولوا الطريقه ديال فريق الرجاء الرياضي، وغادي ايضا حتى هو غادي يبغي انه يلعب مباراه مفتوحه، ما غايديرش حسابات على مستوى خط الدفاع ويلعب حتى هو باش يسجل. هنا فين كيشوف المدرب. ما كنعرفوا سي سعيد المدرب فيلود هو كان حارس مرمى في السابق، هو كان حارس مرمى يعني ربما عنده ذاك الفكر الدفاعي. ربما واش غادي يلعب يتسنى الرجاء ويعتمد على الحملات المضاده، ام انه غادي يبغي يزعم ويحاول حتى انه لما تكون عنده الكره انه يخلق فرص سانحه للتسجيل وتسجيل هدف السبق. هنا لا كنظن ان المدرب ديال الجيش غادي يمشي في الطرح ديال انه ينتظر. لا هذا انا كنظن لا شوف انا غير غنضيف دابا هذه المقابله ما هي شيء مقابله ديال البطوله ولا ديال هذه مقابله فيها حسابات تتحكم فيها 6 ديال المباريات. صحيح 6 ديال المباريات، وماشي يعني النتيجه ديالك مرهونه بالنتائج الاخرى طبعا. دابا اليوم شنقول بانه انا نكون مدرب لاعب خارج، ماشي خارج محسوب خارج الميدان، ولكن انا في المغرب لاعب مع فريق مغربي، باش نقول بانه تعادل خارج الميدان نتيجه ايجابيه، ماشي نتيجه ايجابيه. تحت ما ضمن لي نتيجه ايجابيه انا غنلعب عاوتاني في المغرب. دابا غادي نلعبوا في الدار البيضاء، النوبه الجايه اما غتكون عاوتاني تلعب في الجديده ولا ما عارفين غيلعبوا الجيش الملكي ولا في مكناس. المهم هادو مباريات ديال الداخل ما فيها شيء سميتو ما فيها شيء عندي عندك. يعني الا مشيتي في هذه المقابله هذه ولعبتي على اساس انك باش تعادل، تيظهر لي بانه هو كنظن سي سعيد غيلعب من اجل الانتصار، ولكن الطريقه اللي غيدير باش ينتصر واش غينتظر؟ هذا هو التساؤل اللي كنطرحه. الى شيخ تنتظر زعما الرجاء ويحاول يلعب على الحملات المضاده. ممكن اذا كان هذه الصيغه هذه، ولكن اتونسيون ماشي الى انتظرتي يعني انت ما لعبش مع فريق اللي انت لعب مع فريق اللي يمكن له والفريق نسبقوا لانهم تواجهوا بعضياتهم في البطوله. يعني هذه شهر تلاقاو في ماتش ديال البطوله 0 ليميت ليه.
والبطوله التعادل فيها، حيت فيها نقطه مضمونه هذيك ما ديال البطوله. ما دابا هذه النقطه ما مسلكاش، دابا حيت عندك واحد الطرف اخر. دابا عندك 18 نقطه، خصك تلعب على تجيب 12 نقطه على الاقل باش تاهل للدور ديال ربع النهائي. ايوا الا ديتي جوج ديال النقاط في بلادك، منين غتجيب هاد النقط؟ تجيب عند سان داونز وحتى الفريق الاخر ما نستهانوش به. ايوا دابا حنا ما تنهضروش على الديمقراطيه، تنذكروا حنا على سميتو مثل هاد المقابلات. هذوك الفرق هما ما تعرفوش كيفاش دايرين. وعلى كل حال هاد المباراه هادي كاين واحد العامل اساسي بالنسبه لي انا قد يخدم المقابله. هذا العامل هذا غياب الفار. انا متفق معك سي سعيد. غياب الفار انه ذاك اللي غيبقى يتبوحط ويقلب ويطيح، هاد السينغالي تيعاودوا عليه من الحكام مزيانين. اول حاجه بعدا غنربحوها شنو هي؟ هي غيبقى تيتلوى غير يشوف الصفر غينوض، حيت عارف ما كاينش ما كاينش فيها صافي. هذه بعدا اول حاجه غنربحوها. بقى تلوى شي منين غطيح بقى تلوى وما غيصفر شيء، ما يصفر شيء غتنوض. ما عندك ما بقى تضيع، ما عندك تضيع الوقت. راه الاخوان ما كاينش الوقت يلعبوا الكره. الا شمتيه في شي كره مثلا وصفر ما كاين حتى مشكل، راك ربحتي، لان ما كاين لا فار ولا والو. هذاك اللي غتصفر ضده راه ما عنده ما يدير. ولكني الا طحتي وغوتي ومشاتي الكره غتنوض بعد هذه ربحوها. هذا الفار وان كان الوجود ديال الفار تيمكن له يحل بعض المشاكل، ولا تيمكن له يرجع الحق، لان تيمكن في الحالات ديال التسلل تيمكن الواحد يكون متسلل ب 5 سنتيم ولا 4 ديال السنتيم. هنا الا غلط غيبقى دابا الفار غنديروه حنا مع الاعاده، وكل واحد فينا غيكون هو عنده الفار دارو. هادشي اللي كاين صافي، هادشي اللي كاين. وان كان هادشي ديال الفار من غير المقبول انه دير تظاهره بهذا الشكل بلا فار. دور المجموعات ما عندها حتى شي معنى. ويعني كي غنسميها انا، يعني واخا يجيبوا الاعذار كيف ما بغات تكون، خاص تفرض عليهم، خاصها تكون تفرض ديال الفار. دابا حاليا حتى الربع النهائي علاش ربع النهائي غادي يكون الفار. ايوا كاين اللي غيوصل بقرار غلط. يقدر كاين اللي يوصل. شوف هذه منتظر خصوصا من المنتخب، من الفرق ديالنا المشهوره معروفه. راك عارف اللي عارفينهم حنا داو البطولات بزاف قبل ما يكون الفار. اذا هاد الوجود ديال او عدم الوجود ديال الفار يقدر انه يكون في صالح اللعب. الا بغاو يلعبوا لانه داك الشيء ديال اللي تيمكن يعاون الفار ما كاين شيء. دونك هنا الجمهور ما كاين شيء، كاين ديال كاين جمهور الرجاء. غير في المباراه ديال الاياب ما عرفتش كيفاش تكون الامور. مباراه الاياب نفس الشيء، كنعتقد غيكون نفس القرار ديال السلطات ديالنا. ما نظنش هادشي اللي كاين. ايوا دابا نطلبوا الله غير يديروا لنا مباراه مزيانه. نعم، حيت ما ننساوش بانه راه كاين عندنا منافسات كثيره ديال الشامبيونز ليغ ديال اوروبا. مع التسعود، غير هي مع التسعود غتكون شتي شاهدتي. ايوا حيت الى دار شي مقابله اللي فيها الفرجه راه بزاف ديال الناس غيتابعوا. ولكن الا كانت شي مباراه فيها واحد ممله راه غيبقاو غير داك العاشقين للكره الشامبيونز ليغ. اما داك اللي تيبغي يتفرج شي مباريات اخرى راه غيمشي واش لعب الباريس سان جيرمان مع البايرن ميونخ لاعبين اليوم. ايوا راه كاين الناس اللي تيبغيو يشوفوا مباريات اخرى من مستوى عالي جدا. وان كان حنا نفضل صراحه نشاهد المباراه ديال المغرب، ما نشوفش مباراه ديال الخارج. ولكن خصهم غير يعطيونا واحد الطبق يمكن لك تتبعوا. الشيء الا درت مقابله من اروع ما يكون كنت متيقن بانه الاغلبيه ديال الناس يتبعوا الشوط الثاني ويقول لك نشد الشوط الثاني ديال الاخرين. ونتمنوا ان الفريقين يكونوا في المستوى ديال الشامبيونز ليغ، لانه بكل صراحه يعني شحال من مره شفنا الفرق ما كيكونوش بداك المستوى العالي في البطوله، ولكن لما كيدخلوا في عصبه الابطال يعني كيقدموا مباريات جيده.
يعني لا الوداد لا الرجاء في السابق لا يوعى الجيش الله. الملكي. اتمنى ان هذه فرصه كذلك. بجوج عندهم مجموعه من اللعابه يلعبوا الكره. الا غير يلعبوا خايفين عاوتاني، واحد خايف يخسر المهم المجموعه الاولى انطلقات، كاين جوج ماتشات ملعوبين دابا ديال توبويسو مازيمبي مع مولوديه الجزائر 0 ليميت ليه الشوط الاول، ويونغ افريكانز ديال طنزانيا مع الهلال السوداني 0 ليميت ليه الشوط الاول كذلك. طيب واحد الاخ تيقول لك كره القدم في المغرب لم تعد كره القدم الملاعب اصبحت ملاذ لتصفيه حسابات وكلام بديء. هذا غيجر الشيء اللي وقع في المحمديه ديال الجماهير ديال الجديده. قال بانه نخجل من مشاهده مباريات مع العائله، الكلام اللي تيتقال ايوا خصوصا في الملاعب في المباريات كتلعب بدون جمهور تيولي اللي تسمع هكا غدير لها في الاخر تحاسب بمول الصوت، نقص من الصوت واش انا عارفهم في بعض الاحيان الملعب وفي بعض الاحيان كاع عليها وسي سعيد ما نقص من الصوت نحيدوا الصوت. حنا كاع نفرقوا حنا داك الميكروات تاع لازم نفرقهم كاع الملعب. في بعض الاحيان كيكون الملعب مملوء ولما فريق اللي عنده جمهور كبير تيكون خاسر، يعني داك كما كنقول داك الغضب ديال الجمهور كيتسمع ومن ضمنه بعض المرات يعني كلام غير مقبول اننا نسمعوه في المنازل. سلام. الحكام يتأثرون بقيمة الفرق المتنافسة وقيمة جمهورها، بهذا فيجب على هذا الحكم يحكم مقابلة الحسنية والرجاء لكي نحكم عليه. هذا لما هضرت انا على هذاك الحكم قلت لك مزيان، قال لك خصنا نشوفوه يحكم شي مقابلة ديال فيها الضغط الحسنيه مع الرجاء. ما لعبش الحسنيه مع الرجاء لعب لا حيت هو قال الحسنيه مع الرجاء ما عرفتش اش يقصد بها. انا ما عارفش خفت تكون يعني سبق له حكمها شي مقابله وما كانش مزيان، حيت انا باقي ما لعبش الرجاء مع الحسنيه. لا كيف ما كان انا باقي ما عارف شيء، ما متبعش الحكام بزاف، باقي ما داروش الاسماء ديالهم، راه باقي ما رسخوش انا اول مره شفتو حكمت عليه، راه ممكن يكون عنده الحق. الحسنيه غيستقبل الرجاء في المباراه القادمه. كوك عليها قال لك هذا الحكم ايوا عطاو هذه المباراه هذه وحكمها مزيان. لا قال لك نحكموا عليه الاحد المقبل. علاش هو قال لك نحكموا عليه؟ بمعنى انه لما يكونوا الفراقي عندهم زعما بغى يقول بانه خصنا نشوفوا هذا الحكم في مباراه فيها ضغوط، ربما المباراه ديال الامس الفتح والمصر ما فيهاش ضغوط كثير. ايوا الفتح ما كانش عنده جمهور بزاف، ولكن ديال مصر عنده جمهور ديالو، وان كان ما كانش يحاضر في المقابله، ولكن اش غيمنع شي دابا هذه الكلمه ديال عاود نرجع